كل واحد بيتمنى يكون ابنه أحسن منه، لكن في فرق بين التمني والواقع. ابنك ما بيسمعش كلامك، ابنك بعيد عنك وانت نفسك بعيد عنه. فكرت مرة ازاي تتقرب له؟ فكرت مرة ازاي تخليه صاحب لك يحكي لك كل اللي جواه؟ الطريقة سهلة. لو حسيت ان ابنك مقصر في دراسته، بلاش تقارنه بأحد من أقاربه، ابن عمه، ابن خالته، ابن خاله، جاره. بلاش تقول له يا خسرت الفلوس اللي بصرفها عليك. بلاش تحسسه انه مفروض عليك. ادخل جواه، ادخل قلبه، عقله، تفكيره. بيحب ايه؟ بيكره ايه؟ بيتمنى ايه؟ بلاش تحاول تخليه نفس تفكيرك، نفس اسلوبك في الحياة، نسخة اصلية منك. ممكن يكون جواه حاجة حلوة غير موجودة عندك. ممكن يكون جواه موهبة مدفونة محتاج إن حد يخرجها. ممكن يكون محتاج حب حقيقي محروم منه. صاحب ابنك، افهمه، صدقني. يمكن لو فهمته وتعاملت معاه صح، صدقني هيكون إنسان مختلف عن اللي موجود حاليا. وشكرا.